أنه أول مرة يتم تنظيم مونديال بين قارتين. طبعا أنا كجزائري كنت نتمنى أن الجزائر في الوقت يعني تقف إلى جانب المغرب فيما يخص هذا المشروع الهام واللي هو مصدر فخر لنا كلنا احنا شعوب شمال أفريقيا، لكن للأسف رانا نشوفوا نظام حكم ضيع عنا الفرصة نحن كجزائريين للانخراط في مشروع مثل هذا تاريخي، وبالأكثر من ذلك راه يمارس سياسة عدائية إعلامية رسمية للأسف ضد المغرب لأجل هبط معنوياته ويعني الدفع نحو أن يفشل في كسب رهان مش فقط مونديال 2030 بل حتى كأس أفريقيا التي سيتم تنظيمها ما تم هذه السنة إن شاء الله. طبعا وجهت كلامي للإعلام في المغرب من أجل الانخراط في إعطاء الطاقة الإيجابية لبعضكم البعض، يعني للمغاربة من أجل مواجهة هذه الآلة الدعائية البروباغندا اللي تقدم مغالطات ونقل صورة حضارية عن المغرب البلد المتسامح، المغرب الذي يعني تمكن من كسب رهان عقد تحالف تاريخي بين ضفتي المتوسط قبل ما يكون عندنا تحالف في المنطقة نتاعنا المغاربية.